مش بنقول أحداث الساعة على مصر البلد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلينا على مستوى المحافظات، على مستوى المدن، على مستوى القرى، على مستوى النجوع، على مستوى الوطن العربي، على كل جالية مصرية في كل مكان على مستوى الوطن العربي. أهلا بكم ومرحبا في برنامجكم أحداث الساعة على قناة مصر البلد. متابعينا ومتابعي برنامج أحداث الساعة على صفحة برنامج أحداث الساعة للبث المباشر، وعلى صفحة قناة مصر البلد الآن لتلقي رسائلكم. النهاردة هنتكلم في العديد من بعض الفقرات الهامة اللي بتخص كل الأسر المصرية في كل مكان، وفي فقرة مهمة جدا جدا إن شاء الله يا رب نكون النهاردة عند حسن ظن الجميع في كل مكان على مستوى كل أسرة مصرية عظيمة وكل أسر الوطن العربي، لأن النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 بيمس كل سيدة مصرية أصيلة عظيمة، بيمس كل رجل مصري عظيم، بيمس كل ابن مصر البار أو كل ابن على مستوى الوطن العربي وكل بنت على مستوى الوطن العربي. ولكن قبل ما نروح للفقرة الهامة والفقرة الأساسية لبرنامج أحداث الساعة، عندنا النهاردة بنقول لكل يعني الأسر المصرية اللي بيشاهدونا من برنامج أحداث الساعة 1000 مليون مبروك للي النهاردة يعني من بعد مجهود كبير في الثانويه العامه، بنقول لهم 1000 مليون مبروك. واللي ما نالوش الحظ السنه دي بنقول له هارد لك، وان شاء الله يكون يعني السنه القادمه تحقق اهدافك وتكون يعني احلى من السنه دي. لكن بنقول للاسر النهارده لكل بنت مصريه يعني تقدمت بالمركز الاول او الثاني او الثالث، لان يمكن السنه دي يا جماعه احنا شايفين ان البنات حصلوا على مراكز كبيره قوي. يعني البنات يمكن في فئة بسيطة من الشباب حصل على بعض المراكز، لكن البنات لهم يعني السنة دي باعة كبيرة من الدرجات العليا للمناصب على مستوى المحافظات على مستوى الجمهورية. بنقول لكم يا رب يا رب كتر أفراحنا، وتعالوا نشوف العرس الجميل اللي بيتعمل في يعني على مستوى المنازل المصرية في كل مكان. يلا نروح نتفرج كده على العرس لنجاح الثانوية العامة. مشاهدينا الكرام الفرح حلو، مشاهدينا الكرام هم دول ابناء مصر، هم دول المستقبل، هم دول اللي احنا بنقول عليهم اللي النهارده ان شاء الله اللي بيتكلم يعني او في المؤتمرات بيقول فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان الشباب هم الكوادر، هم القياده لمصر الحديثه، مصر العظيمه، مصر اللي النهارده بيشهد لها العالم على قمه الانجازات، انجازاتها في شبابها، انجازاتها في شاباتها، انجازاتها في سيداتها، انجازاتها في رجالها، اللي بيقدموا النهارده العديد من الفرح والعرس. طبعا النهارده بنقول لكل الاسر المصريه 1000 مليون مبروك، بقول لكل ام مصريه اجتهدت ونالت من التعب مع ابنها او بنتها 1000 مليون مبروك. وبنقول لكل الاسر اللي ما نالهمش الحظ هارد لك، ويا رب ان شاء الله السنه الجايه تحقق احسن من اللي ما قدرتش تحققه السنه دي. تعالوا نروح للفقره الثانيه وفقره مهمه جدا، يعني استغاثه جايه من اهل البحيره، الاستغاثه عن موضوع الميه اللي ما بتوصلش هناك. يعني احنا معانا صور يا جماعه هنحاول نعرضها امام حضراتكم للبحيره. البحيره مشاهدينا الكرام احنا عايزين نشوفها المسؤول، يعني المسؤول هنا في القرى، يعني دي القرى المجاوره لقريه بابل او بيله اللي موجوده في البحيره. المشهد امام حضراتكم، يعني المنظر ده يمكن اكتر من حوالي شهر بيتكرر هذا المشهد في البحيره. بنقول للمعالي السيد الوزير، وزير محافظ البحيره، اين المياه في هذه القرى؟ السيد رئيس الوحده المحليه، اين المياه؟ شبكات المياه والصرف الصحي اللي موجوده، اين المياه؟ اين المياه للحياه الانسانيه، الحياه الادميه داخل القرى بمحافظه البحيره؟ واحنا نعلم عن البحيره ان البحيره عريقه، ولكن يعني الناس اللي هي مقيمين في هذه القريه، يعني قرى هبيس، دي قريه هبيس بكفر الدوار امام حضراتكم، يعني بلا مياه بلا حياه. ممكن نلاقي في قرى تانية مياه الصرف الصحي الناس بتصيف فيها، وهنا حدث ولا حرج. انا السيد رئيس الوحده المحليه، واحنا قلنا احنا بنكرم ناس كتير، بنكرم يعني رؤساء مدن، بنكرم رؤساء احياء، بنكرم موظف بيحاول ان هو يخدم. يعني مشاهدينا الكرام بيتوافد علينا اتصالات. الو
شيخ حمد الو. الو، يعني حاول تتواصل مرة تانية يا شيخ حمد. شيخ حمد من قرية هبيس بيحاول ان هو يطلعنا على الامر داخل هذه القرية، وموضوع المية اللي مش موجودة في القرى المجاورة لقرية هبيس. لكن هنا الامر يستدعي اين يا جماعة السيد رئيس الوحدة المحلية؟ اين السيد رئيس المدينة؟ اين السيد مدير شبكة المياه والصرف الصحي في يعني في هذه القرى او الوحدة المحلية او المدينة اللي موجودة النهاردة، لما يكون عدد سكاني مهول او ناس النهاردة بتستغيث ان مفيش مية وفي عربيات؟ ماشي، هو مشهد مشكورا عليه ان انت النهاردة بتنزل عربية مية، لكن يعني انا حدث ولا حرج. معانا الشيخ حمد الو. يا فندم مع حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، اتفضل يا فندم. عايزك تشرح لي كده ايه القصه في قريه هبيس والقرى المجاوره، وايه موضوع الميه اللي مش متواجده هناك. حاول تسمعني من التليفون. والله يا فندم احنا عندنا يعني كارثه انسانيه هتحصل او حصلت بالفعل. احنا عندنا دلوقتي الميه مفيش. بقالها قد ايه يا شيخ حمد؟ الميه، موضوع الميه دي مش موجوده بقالها قد ايه؟ ايوه يا فندم، احنا كلمنا المسؤولين واحنا تعبنا صراحه. يعني احنا بتجيلنا الميه في تانك في جرار زي ما حضرتك شايف، في عربيه من مسؤولين كده يعني، وبنملى بالجراكن. يعني شيخ حمد احنا بنحاول نعرض للساده المسؤولين امام يعني الساده المشاهدين كميه الاهالي اللي موجوده حوالين فنطاز الميه، وبنحاول نعرض وبنقول للساده المسؤولين يا رب يكون في استجابه سريعه لهذا الامر. لكن عايزك تشرح لي موضوع الميه بقاله قد ايه مش موجود عندكم، ولا الميه بتيجي وتقطع، ولا مفيش خدمات للميه خالص؟ يا فندم احنا عندنا مواسير خط الميه الرئيسي اللي جاي من كفر الدوار لقرى ابيس، 53 قريه الابيس. نعم. خط المواسير ده من ايام جمال عبد الناصر، من ايام السيد الرئيس جمال عبد الناصر. مواسير قديمه جدا. وبعدين الميه بقى لها زي حوالي شهرين ونص بتيجي نص ساعه بالليل لبيوت في ابيس دي اكتر من 53 قريه. طب لما سالت يعني الساده المسؤولين، يعني انتوا النهارده لما رحتوا للساده المسؤولين قالوا لك ايه؟ يعني قالوا لك موضوع الميه بقى لها شهرين ونص بتقطع وما تجيش الا بالليل، ايه القصه؟ يعني هل هناك احلال وتجديد؟ هل هناك في مشاكل في ضخ الميه العالي في محافظه البحيره؟ طب يعني عاوزك تطلعني كده، الساده المسؤولين قالوا لك ايه؟ يا فندم في بعض المسؤولين قالوا في محطه رفع ميه في كفر الدوار تحت الانشاء. طب احنا تحت الانشاء ده هننتظر حضرتك لما الناس هتروح فين؟ الناس بتشرب، يعني تشرب ميه ترعه، تشرب ميه من المصارف. احنا بنشرب ميه من كرة تانية، بنملى بجراكن ميه من كرة تانية، وعربيات حضرتك التانك الكبير بتيجي زي ما انت شايف قدام حضرتك الصور، بتيجي للقرى كلها اكتر من 53 قريه بتيجي من مجلس مدينه كفر الدوار. شيخ حمد انا ليا سؤال، يعني شيخ حمد انا ليا سؤال معين. طب هل انتوا عملتوا اشتراكات؟ لان في بعض احنا كنا سالنا الساده رؤساء المدن والساده القائمين مديرين شبكات الميه، قالوا ان في بعض قرى ما فيش، يعني لسه ما زال لسه موضوع المحطات الرئيسيه لسه ما فيش اشتراكات من الاهالي. هل انتوا اشتركتوا ولا لسه في بدايه اشتراكات لمحطه الرفع الجديده؟ يا فندم احنا بندفع فواتير الميه كامله. احنا ما بنعترضش على دفع فواتير الميه او فواتير كهرباء، احنا مع مؤسسات الدوله بالكامل. وعارفين السيد الرئيس يعني شغال ربنا يعينه، بس احنا يا فندم حضرتك دلوقتي الناس في كارثه انسانيه، ما فيش ميه شرب. الناس ما فيش ميه شرب في قرى ابيس اكتر من 53 قريه. ما فيش ضغط ميه اصلا. احنا بنتعب صراحه، احنا في معاناه غير عاديه، يعني غير متخيله ان احنا في سنه 2019 دلوقتي. احنا المفروض يبقى في تقدم مش تاخر، احنا رجعنا 50 60 سنه ورا عندنا في ابيس، الناس مش قادره تشرب خالص. يعني احنا قعدنا 3 4 ايام ما فيش ميه نهائي في ابيس. تمام، بشكرك. 4 ايام متواصلين. وصلت الرساله يا شيخ حمد، بشكرك. والنهارده انا بنحاول ندي رساله قويه للساده المسؤولين والسيد معالي الوزير محافظ البحيره حوالين الاستغاثات لاكثر من قريه داخل هذه المحافظه العريقه اللي هناك بها الانجازات وبها يعني الرؤيه الحضريه من ضمن المحافظات المجاوره لها. ولكن هنا بنسال سؤال موضح وسؤال مهم جدا للساده القائمين على هذا الامر. هنا استغاثه من اهالي القرى حوالين موضوع شبكات الميه، لان النهارده طبعا الميه ده عامل اساسي وعامل حياه حوالين الحياه الذاتيه اللي موجوده لكل الاسر المصريه. النهارده لما يكون
سيده مصريه موجوده وما عندهاش ميه، هتغسل ازاي؟ هتطبخ ازاي؟ يعني اقامه العمل اليومي هيبقى ازاي؟ هنا بنحاول نقول للساده المسؤولين اين الاستجابات اللي احنا اتعودنا عليها من حضراتكم، واحنا كما عودناكم ان برنامج احداث الساعه لا يصدر ازمه للدوله، ولكنه بيسعى جاهدا الى فتح العديد من بعض الملفات وتقديمها من المواطن الى السيد المسؤول، وعلى المسؤول الرؤيه حوالين هذا الملف الهام، وهو الميه حياه، الميه روح لكل انسان مصري. مشاهدينا الكرام، هنطلع من فقره البحيره ونروح للجماعه الخونه، الجماعه المرتزقه الهليبه السكيره اللي قاعدين من الخارج، اللي قعدنا باعه من الاعلام المصري بنتكلم حواليه. ويمكن ده مهم جدا يا جماعه، واحنا بنشكر دوله جميله جدا، دوله بنحبها كلنا بحكوماتها بامنها بشعبها العظيم، الكويت. ولكن قبل ما نروح لدوله الكويت وبيان دوله الكويت والقبض على ال8 الارهابيين، عندنا لقطه كده جميله قوي هتفرح كل المصريين وهتوري كل المصريين ما مدى جبن وخسة وخيانة الخونة المرتزقة وما مدى تشتيتهم من وإلى. تعالوا نروح نشوف الجبان الرخيص السهل محمد نصر. كويس جدا وعارف تاريخ بلده كويس جدا، وعشان شاف الانجازات او النتائج اللي عملتها ثورة 19 طلع جمال عبد الناصر ثوري وزعيم ومناضل قوي جدا. صعب جدا التاريخ يكرر شخصية زي جمال عبد الناصر. الراجل ده قضى على المثقفين المصريين، الراجل ده قضى على القوة الناعمة بتاعت مصر. الثورة بتاعته الفظيعة الجميلة دي كانت نموذج للثورات، ثورة بيضاء جدا لم ترق فيها قطرة دم واحدة. من 52 ل 68 الناس دي مصت مصر ووصلتها لمرحلة العدم. هذا الشخص ولانه مواطن بسيط، ابوه بتاع بريد، موظف صغير بريد، ولانه خدم في الجيش، كان على حاطط ايده على وجعنا. رجال ثورة يوليو الحقيقة سطروا على فلل وقصور اسرة محمد علي، استولوا على كل قصور الناس وقتها، خدوا من ثروات الاغنياء وحطوا للفقراء بقهم لقمه قد كده. كان سيدنا عمر طويل المنكبين، عريض، مش عارف عامل ازاي، يمشي كانه راكب. كل السمات دي تنطبق تماما على عبد الناصر. خلاص انتهى عصره، عبد الناصر خلص، مات عند رب. الراجل ده بالمنطق طلع الانجليز من مصر. الراجل ده ارسى قاعده الانجليز ما ارسوهاش. الانجليز دخلوا وخرجوا ما خدناش منهم كلمه. عشان احنا بنتكلم على زعيم مش بس خطب، احنا بنتكلم على زعيم له انجازات كتيره قوي، الاف المشاريع اللي عملها، وطبعا مشروع العظيم اللي هو مشروع السد العالي. ما تاخدنيش لمعركه قديمه قوي، ما تاخدنيش لعبد الناصر عمل السد وعمل، ما تحتفلش بانجاز احنا اصلا خلاص انتهى عصره. الثوره بتاعته الفظيعه الجميله دي كانت نموذج للثورات، ثوره بيضاء جدا لم ترق فيها قطره دم واحده. دي حركه انقلاب 52 اللي تمت في 23 يوليو. في واحد راح السيما فاصبح رئيس جمهوريه، وواحد راح يموت نفسه فاصبح منفي ومحكوم عليه بالاقامه الجبريه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يا رب تكون الرساله وصلت وتكون ادينا الرؤيه لشويه المرتزقه عبيده الدولار اللي قاعدين بيحاولوا ان هم يبيعوا نفسهم. بجد انا مش عارف، يعني هو لو هو اتفرج على المقطع اللي احنا عرضناه دلوقتي ده هيقول على نفسه ايه؟ طب اولاده يقولوا عليه ايه؟ طب كل المحيطين بيه، في ما هو هتلاقي المحيطين بيه زيه كده. مشهد زي ده امام حضراتكم للخاين الخسيس الجباني العميل محمد نصر. ما هي دي المشاهد اللي زيه وزي الاشقر الرخيص السهل، الواد الاشقر اللي انتوا عارفينه، الواد الاشقر اللي انتوا عارفينه، والواد التاني الخسيس القراداتي ابو شعر كنيش نعناعه اللي قاعد بيلعب بينا، بيحاول يتلاعب بافكار المصريين. ما هو بيلعب بافكار المصريين. والواد التاني اللي هو يا ريتني كنت معاكم، ولا عمره هيفكر ان حتى يحصل يبقى معانا. ما هم دول الاشكال اللي في لحظه هنا معاك وهنا معاك، يعني في اي اجواء معاك، المهم ان هو في قبض بالدولار. الاشكال المرتزقه العميله الخسيسه. والنهارده الدوله المصريه بترتقي وتتقدم الى الامام، وده بيصب على الناس دي
بحاله من لا وعي، وده يمكن هتبقى فيه علاج نفساني حوالين هذا الامر، او الامور النفسانيه او العلم النفسي، وده هيكون معانا فقره مهمه جدا، وهتكون معانا الدكتوره الاعلاميه رشا كامل هتشرح لنا ايه موضوع العلم النفسي هنا. ده يعني ممكن احنا بنحاول ندي رؤيه حوالين الساده المشاهدين لكل مكان، عشان نعرف ان موضوع الفتن والاشاعات بيلعبوا عليها ازاي من الخارج. يا رب تكون الرساله وصلت لكل مشاهدينا في كل مكان. طبعا مشاهدينا الكرام، النهارده كان في رؤيه جميله لفخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزار النهارده معهد صف ضباط، وكان صوره ومشهد حضاري جميل. وقبل ما يزور معهد صف ضباط كان بالامس فجر اليوم كان في الكليه الحربيه، برضو كان متواجد مع ابنائه في اولادنا بالكليه الحربيه، وكان يعني بيواظب على ايديهم بالرقي والازدهار وحمايه البلد، وبيديهم يعني طاقه ايجابيه للاب المصري اللي موجود حوالين ولاده في كل مكان. مشاهدينا الكرام، بنقول بقى للكويت، دوله الكويت الشقيقه النهارده قدمت رساله قويه جدا، ولاول مره النهارده دوله الكويت الشقيقه حوالين امنها الجميل، حوالين شعبها العظيم، حوالين مؤسساتها في القبض وتسليم الجماعه الارهابيه. اعلنت دوله الكويت القبض على 8 ارهابيين، 8 من جماعه الارهاب، جماعه الخونه الارهابيين. اعلنت لاول مره دوله الكويت النهارده. كل التحيه لاخواتنا الاشقاء العرب، كل التحيه لكل دول الوطن العربي اللي النهارده بيساندوا جمهوريه مصر العربيه، اللي بيساندوا الدنيا مصر. مشاهدينا الكرام، شوفوا المنظر والمشهد اللي اتقبض على ال8 الخونه، واعلنت دوله الكويت لل8 المرتزقه، ال8 الاخوان، اللي النهارده لاول مشهد جميل لدوله الكويت، لامنها العظيم، لشعبها الجميل، لمؤسساتها ولحكوماتها، اللي بتقدم النهارده رساله قويه لكل دول الوطن العربي، المسانده والحرب على الارهاب ومكافحه الارهاب الاسود الغشيم اللي بيحاول ينال من الوطن العربي. تعالوا نشوف المقطع مع حضراتكم. من وزارة الداخلية، قامت الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، يعني احنا حبينا كمان حتى التويتات اللي بتتكتب نظهرها امام حضراتكم عشان يوري الافكار السامه بتاعه جماعه الارهاب والخونه. الكويت النهارده لما قبضت على ال8 الارهابيين وكافحه الارهاب بقت عميله. يا سلام، فكر الخونه. عشان كده انا عرضت قبل فقره القبض على ال8 الارهابيين وعظمه الكويت ومساندتها للوطن العربي والمصري النهارده في اول مره في تاريخ الكويت النهارده تكافح الارهاب. عرفتكم ايه مدى كلمه الخونه الاعلاميين اللي قاعدين من الخارج على الوطن العربي كله.
يعني حتى ما سابوش تاريخ مصر من ايام الرئيس جمال عبد الناصر لغايه النهارده. ما هو ده تاريخ يا جماعه. النهارده مصر بقى بتسطر التاريخ، مصر بتسطر تاريخها بالمشاهد والحرب ومكافحه على الارهاب. النهارده لما يكون عندنا يعني بطوله افريقيا في مصر بقت يعني ادت رؤيه للعالم كله ان مصر بتتصدر المشهد العظيم، المشهد السياحي، المشهد المعنوي لكل الوطن العربي. ولذلك تحيه كبيره من شعب مصر العظيم ومن كل أسرة مصرية لإخواتنا العرب ودولة الكويت الشقيق على ضبط الإرهاب الأسود الغاشم الناعم اللي بيحاول يستقطب من الوطن العربي. النهارده دي رسالة وبنقول للكل اللي قاعدين من الخارج اللي بيحاولوا يتحكموا على الدولة المصرية: انت راجع، انت رخيص، انت سهل، انت عميل، انت جاسوس، مسيرك جاي. مشاهدينا الكرام، طبعا من بعد ما اتكلمنا في هذه الفقرات عندنا بقى الفقرة الهامة وهي اللي بتخص كل أسرة مصرية في كل مكان. النهاردة عندنا ضيوف وضيوف مهمين قامة وقيمة، ولكن هنا الحديث يتبقى للسادة المشاهدين، لأن طبعا النهاردة موضوع السحر، موضوع الدجل، موضوع الحسد، موضوع المس، موضوع الروحانيات، موضوع كبير قوي. وفي بعض من الجماعة اللي بيحاولوا ان هم يتلاعبوا على الأسرة المصرية حوالين السحر والمس والحسد. والنهاردة كمان بيتصدر المشهد معانا قيمة وقامة أخرى، الدكتورة رشا كمال أو رشا كامل، الإعلامية الدكتورة رشا كامل. طبعا دكتوراه في علم النفس، ودكتوراه في علاج بالطاقة، ودكتوراه في الإعلام، وهناك باعة كبيرة لها رصيد كبير على مستوى الوطن العربي. كما برضو الدكتور محمد لملوم الفارس، الملقب بالفارس ومعالج بالرقية الشرعية. وطبعا الدكتور محمد لملوم يعني بيجوب دول الوطن العربي، ويعني يمكن بيحضر في مصر حوالي من 10 ايام لشهر بالكتير قوي، وبيجوب الوطن العربي في يعني باعة كبيرة من علاج الرقية الشرعية. وده اللي هنحاول نتعرف عليه من خلال الضيوف. هنطلع فاصل مع حضراتكم عشان نستقبل الضيوف ونحاول نشوف ايه قصة العلاج بالطاقة، ايه قصة علم النفس، ايه قصة العلاج كمان بالروحانيات والرقية الشرعية، لان الموضوع بيهم كل الاسر المصرية. واحنا لما يعني جينا نتكلم عن هذا الامر واول مرة بننفرد امام حضراتكم حوالين علم علاج الطاقة والرقية الشرعية في آن واحد. وده النهاردة هنسيب السادة المشاهدين هم اللي هيحددوا مصير هذا الامر، لان طبعا انتوا عارفين ان في باعة من هذا الامر. واحنا لما بيكون لنا رؤية حوالين العلاج بالرقية الشرعية والسنة مهم جدا لكل أسر مصرية. وانتوا عارفين ان الحسد مذكور والسحر مذكور والمس مذكور في القرآن. تعالوا نطلع فاصل ونستقبل ضيوفنا. أحداث الساعة في كل ساعة هنكون معاكم، هنقرب منكم ونعيش مشاكلكم وهنستناكم. أحداث الساعة في كل ساعة هنكون معاكم، هنقرب منكم ونعيش مشاكلكم وهنستناكم. على مصر البلد هاني الهواري كلامه بالمستند، عمره ما بيداري، هيطرح الأسئلة ويواجه المسؤول